اسمي نرمين ومعلمة متفوقة منذ صغري. كنت الأفضل في المدرسة، لكن كما كنت متفوقة في الدراسة، كنت متفوقة أيضا في أشياء أخرى كثيرة لم أكن أعرف أنها ستقلب حياتي رأسا على عقب. لم أكن أعلم أن الصفات اللي في لوحدها كافية تجيب لي كل اللي حصل. أتعلمون؟ اختطفت 4 مرات، 4، وفي كل مرة كان خطيبي يسبني، ليس لأنهم أوحاش، بل لأني كنت أشيل كل المسافات بيني وبينهم دون قصد. حاجة غصب عني مش قادرة أسيطر عليها، وكأني في حاجة جوايا بتقولي اقتربي أكثر، أكثر من اللازم. وبعد كل خطوبة فاشلة كان الجميع يعرف، أهلها، جيرانها، الكل، نرمين اللي خطيبها سابها. وبعد المرة الرابعة بطل حد يجي يتقدم خالص. أنا مش وحشة، وبالمناسبة مش جميلة قوي، متوسطة، متعلمة، بشتغل، بدي دروس خصوصية، جبت لنفسي كل جهاز في شقتي الصغيرة. كنت دايما بحاول أطور من نفسي عشان لما أتجوز أكون جاهزة، لكن كان عندي عيب كبير اكتشفته لما كبرت، إني كنت دايما مستعجلة على حياتي الجاية، عايزة كل حاجة بسرعة، ودي كانت قلة ثقافة وقلة معرفة. وطبعا ماما كانت كده بالظبط، كانت دايما عايزة أكتر مش بشوية، وكان الموضوع مدمر ليها ومدمر لبيتها مع بابا. كنت أسمعهم بيتخانقوا طول الوقت، عملتي إيه؟ رحتي فين؟ جيتي منين؟ كلمتي مين؟ لبستي ليه؟ كان بيضايقني جدا وأنا صغيرة، بس مع الأسف ما كنتش عارفة إني ورثت نفس الداء. فضلت كده أتخطب واتساب فترة طويلة مع ناس كتير، والموضوع مدمرني نفسيا. ما بقتش البنت اللطيفة اللي كانت موجودة، بقيت حاجة تانية. في كل مرة المسافات تتشال والكارثة تحصل، قرب زيادة عن اللزوم وكل حاجة تبوظ. هنا قررت أعيش مع نفسي، أهدي الجو، أركز في شغلي ودراستي. كانت أول جوازة ليا من شخص كبير في السن شوية، عشان كنت عايزة أتجوز وخلاص، مفيش حد بيجي. طلقت منه بعد شهور، ما كنتش مبسوطة. رفضت أرجع لأهلي عشان خناقات، واشتريت شقة صغيرة جدا بالتقسيط. كنت مرتاحة نفسيا، بروح المدرسة، بدي دروس، حياتي هادئة. بس القدر كان لسه مديني ظهره. فين؟ في طالب عندي مشوق النهاية. هذا الطالب كان مختلفاً، بس أنا ما كنتش عارفة إنه هيكون بداية نهايتي أو بداية حياتي الحقيقية. تابعوا معي. هذا الطالب خلينا نسميه كريم، كان مختلف عن أي طالب شفته في حياتي. شكله وسيم، لبسه شيك، رجله شايلاه، مهتم بنفسه زيادة عن اللزوم. كان دايماً بيجيب هدايا وأنا أرفض، بيجاملني بالكلام وأنا أصده. كان بالنسبة لي مجرد الطالب الصغير. مش عارفة ليه كنت شايفاه صغير مع إنه عمره ما كان طفل، بس هو أصر. كل مرة يحاول يقترب كنت أبعده، لحد ما في يوم طلب مني أعطيه درس خصوصي. قلت له أنا مفيش وقت غير يوم الجمعة، وده يوم راحتي. قال لي مستواه وحش جدا وعرض علي مبلغ كبير مقابل الدرس. المادة كانت أهم حاجة بالنسبة لي، عشان متعودة كده من وأنا صغيرة، فوافقت. قال لي أنا أجيلك البيت عادي. وافقت على مضض، وفعلا بدأ يجي. كان بيجتهد بطريقة غريبة عشان مستواه يتحسن، وبسرعة فائقة مستوى دراسته قلب تماما. بس المهم مش ده، المهم إنه كان كل مرة يسأل عني عاملة إيه؟ تعبانة؟ كان بيجيب ورد لونه اللي بحبه، ريحته جميلة، وحاجات رومانسية كتير كانت بتلمس حاجة جوايا كنت راكمة عليها التراب. كنت بحس إنه حنين ورقيق جدا، بس كنت بصر نفسي لا، ده الطالب بتاعك صغير ما تنفعش. كنت بحس إن الكلام ده غلط. بس في يوم ويوم ما ينسى، جاني وأنا تعبانة جدا، حمى شديدة، مش قادرة أقف. فجأني جاب لي دكتور البيت، جاب أكل، وقف يطبخ بنفسه، أكل معايا، فضل جنبي طول اليوم. معرفش هو كلم مامته قال إيه، بس قعد عندي طول الليل يديني دواء، يشيل حرارتي، يغير كمادات، وأنا كنت نايمة مش حاسة بحاجة. تاني يوم لما فقت لقيته لسه موجود، تعب نفسه عشاني بكل الطرق. هنا قلبي اتغير تجاهه، بقيت أشوفه بشكل مختلف، مش طالب تاني، لأ، بقيت أشوف راجل قد المسؤولية، شخص بيحب بجد. وبعدها بأيام لقيت ورقة سابها عندي وهو ماشي، كتب فيها أنا معجب بيكي من سنين وعايزكي وعارف انتي مين. ما كنتش مصدقة، كنت فرحانة جدا، لأول مرة حد يحبني بالشكل ده. اعترفت له إني مطلقة وإني عايشة لوحدي،
وإني مبسوطة، لكن ما حكتش لي حكايات الخطف والخطوبات اللي فاتت. خجلانة وسكت، وبدأنا نقرب لبعض أكتر. مشوق النهاية. بعد ما قلبي اطمأن له، فوجئت بحقيقة صادمة. أمه كانت عاملة حسابها على بنت تانية، وأنا كنت بره الصورة تماماً. يا ترى إيه اللي حصل؟ كريم حكالي عن أهله. أنا ابنهم الوحيد والمدلل جداً، أي حاجة عايزها بتيجي بالملايين، وهم متعلقين بيا أكتر من حياتهم. حسيت إنه بيكبر في عينيا أكتر لأنه كان صريح. وفي يوم كلم والدته وقال لها إنه عايز يرتبط من غير ما تسأله مين. ردت عليه: حبيبي، إحنا خلاص متفقين مع بنت خالتك، الشهر الجاي هتكتبوا الكتاب، جاهز الدبل؟ هو هنا رفض بشدة وجري يتخانق معاهم. الموضوع وصل لطرده من البيت مؤقتاً. قابلني وكان متضايق جداً. هنا قررت أكون صريحة معاه. قلت له: كريم، أهلك عايزين يطمنوا عليك، وبنت خالتك دي بنت حلال وجميلة. أنا مطلقة، وعمري أكبر منك ب7 سنين، ده مش هين. رد عليا بطريقة خلتني أرتعش: كل ده مش مهم بالنسبة لي، المهم إني أتجوز اللي بحبها واللي تخليني أبقى إنسان تاني. أيام معرفتك مستوايا في الدراسة كان وحش جدا، وبقيت متفوق عشان خاطرك. أنا مش عايز واحدة تطلب مني الحب عشان هي اللي هتتمسك بيا مهما عملت. أنا عايز واحدة أنا اللي أتمسك بيها. كلامه دخل قلبي، بس جوابته: أنا مش قادرة أواجه والدتك أو أكون سبب في زعلك مع أهلك. قال لي: كلامك ده بيزودك مكانة عندي. هنا حسيت إنه راجل بجد، مش ولد صغير. قرر يتجوزني في أي لحظة، وهو عارف كل الصعوبات. المهم إنه خاض معركة مع أهله واتطرد من البيت تاني. المرة دي جايلي وشه مكسور، مفيش حتى شنطة هدوم معاه. خبط على بابي ودخل حياتي بشكل رسمي. اتجوزنا في أسرع وقت. كنت خايفة إنه هو السن بتاعه صغير وما يكفيش المسؤولية، بس الصراحة فاجأني. كان راجل بالمعنى الحقيقي، كل ما أطلب منه حاجة لقيته موجود. قلت له: عايزة كذا وأكتر، يضحك ويقول: أي حاجة تقوليها هعملها. كنت مبسوطة بطريقة مش طبيعية. حسيت إن أخيراً لقيت شخص يتمسك بيا بدل ما أنا اللي أتمسك بحد وأتخلى عنه. سافرنا كمان شهر عسل، غيرنا الجو. كان أجمل شهر في حياتي. حسيت بالأمان والاستقرار. حسيت إني معوضة عن كل اللي فات. مشوق النهاية. رجعنا من السفر وبدأت الحياة ترتب، بس كان في حاجة مريبة. والدته كانت بتدور علينا من غير ما هو يعرف. بعد ما رجعنا استقرت حياتنا شوية. كريم نزل يشتغل عشان يكون المسؤول عن البيت. كنت فخورة بيه قوي. وفي الوقت ده اكتشفت حاجة صدمتني. كنت حامل، ولما عرف طار من الفرحة. وأنا كمان حسيت إن الدنيا بتعوضني دفعة واحدة. حب، جواز، حمل، كل حاجة كانت ناقصتي. بدأت أحلم وأتخيل شكل البيت بعد ما يجي البيبي. كريم كبر في نظري أكتر، بقيت بشوفه كل يوم أحلى من الأول. بس على قد ما كنت سعيدة كنت خايفة. كنت بقول: دي السعادة كلها، دي أكيد فيها مصيبة جاية. وطلعت مصيبة. اكتشفت بالصدفة إن والدته بتسأل عليا وعلى عنواني من زمايلي في المدرسة، وطبعا هم مدوها العنوان، وكنت عارفة إنها ممكن تيجي تخبط في أي لحظة. والفعلا في يوم كريم مش موجود، جت قعدت تقولي كلام صعب جدا، مش قادرة أحكيه حتى، بس خلاني أحس إني سرقت منها ولدها الوحيد. قالت إني مش كويسة، إني غلط، إني أنانية، وما كنتش تعرف إني حامل. وقتها تعبت جامد، كان لسه في الشهور الأولى ومضاعفات، وقعدت أعيط لوحدي. لما كريم رجع ما قلتلهوش حاجة، بس بعد كام يوم جت تاني وهي عارفة إنه موجود. المشكلة إنهم اتخانقوا قدامي بالصدفة، وسمعت كل حاجة. قالت له عني كلام وحش، هو دافع عني. قالت له: ترجع ولا تيجي عندي تاني، وقامت مشيت. هنا أنا بغبائي حسيت بالذنب. حسيت إني السبب في إنه انقطع عن أهله، وبدأت أضغط عليه عشان يرجع لها. قلت له: لو مش هترجع لوالدتك أنا هطلب منك الطلاق. قلت له كمان: أنا مش بحبك. كذب، كنت بحبه أكتر من نفسي، بس كنت عايزاه يرجع عشان أرتاح من الذنب. هو انهار، بص في عينيا وقال: مش هطلقك دلوقتي عشان البيبي اللي جاي، بس بعد ما تولدي يبقى الكلام التاني. مشوق النهاية. انهارت لما خلاني واقفة على حدود. اتصرفت بعاطفتي الغبية مرة تانية. اتصلت بوالدته وقلت لها، بس هي ردت عليا بطريقة ما تخيلتها أبداً. اتصلت بوالدته على طول. قلت لها:
أنا اللي ضغطت عليه عشان يرجعلك، روحي قوليله الحقيقة عشان ما يحطش في دماغه إني وحشة. قالت لي ما تقلقيش هصلحها. وراح بالفعل كلمها وبقوا كويسين جدا. وقلت لنفسي أخيرا هتقوله الحقيقة وهيفهم. بس اللي حصل كان صدمة. لما رجع من عندها كان متغير، بارد، مش بيبص في عيني. سألته فيه إيه؟ قال ماما قالت لي أنت اللي كنتي بتخرب بيتي وأنت سبب مشاكلنا، وإنها بتأسف إنها سكتت من الأول. مش قادرة أستوعب، أنا اللي ضغطت عشان يرجع ليها، أنا اللي كدبت عليه وقلت إني مش بحبه عشان خلاص يرجع. والمفاجأة الأكبر إنها نصحته قصادها إنه يتجوز عليا. قالت له جوازة تانية أحسن لك، دي مش كويسة. حاولت أكلمها تاني ما ردتش، حاولت أشرح له، قال لي مش وقت كلام دلوقتي. حسيت إن الدنيا بتنهار عليا تاني، كل حاجة بنتها بحب وصدق أهدمت بكذبة واحدة من أمه. بس أنا كمان كنت غلطانة. ليه كذبت عليه؟ ليه قلت إني مش بحبه؟ ليه ضغطت عليه عشان يرجع لها وأنا عارفة إنها هي اللي بدأت المشكلة؟ ساعات بنعمل حاجات عشان الخير، بس الخير بيرجع علينا بلوعة. بقيت لوحدي في البيت، كريم بقى يروح عندها كل يوم، مش بيزعلها، بقى بارد معايا، وأنا حامل، تعبانة وخايفة. النهاردة لسه ما صلحتش نفسي، مش عارفة اللي أنا عملته، هل كان صح ولا غلط؟ هل المفروض كنت أتدخل ولا سيبهم يتخانقوا لوحدهم؟ هل فقدت حبي عشان إنقاذ علاقته بأمه، ولا أنا اللي خسرت كل حاجة؟ مش قادرة أنام، كل ما غمض عيني أشوف كريم واقف قدامي يقول بعد ما تولدي يبقى كلام تاني. طب إيه الكلام التاني ده؟ الطلاق ولا هجر ولا جوازة تانية؟ مشوق النهاية. أصحى كل يوم على صوت قلبي بيزعق لما خلاص، بس لسه الولد جوايا بيحركني، لسه في أمل، أو يمكن أنا وهماني. خلونا نكمل، لسه في أمل، ده اللي بقنع نفسي بيه كل يوم. كريم لسه بيجي البيت، لسه بيجيب أكل لما بقى تعبانة، لسه بيسأل عن البيبي، بس الحب اللي كان في عينيه راح. بقى شايفني إن السبب في قطعته مع أمه، حتى وهي اللي بدأتها. حاولت كذا مرة أشرح له الحقيقة، يقولي خلاص مش عايز أفتح الموضوع. بقيت أحس إني عايشة في بيت مسكون بالصمت، وأنا حامل في الشهر الخامس. صحتي مش أحسن حاجة، والدكاترة قلقانين من التوتر، بس مين اللي هيراعي ده؟ أمه بتتصل بيه تقوله أنت ناسي إنها كانت مخطوبة قبل كده 4 مرات؟ عرفت كل حاجة. بقى يعرف إني كنت أتخطف، إني كان بيتم التعدي عليا بدون إرادتي. وبدل ما يحضني قال لي ليه ما خبيتيش عني الكلام ده من الأول؟ ما كنتش عارفة أرد. إزاي أقول لحد أنا بحبه إني كنت ضحية 4 مرات؟ إزاي أشرح إن ده كان مرض مش إرادتي؟ النهاردة قاعد لوحدي، هو راح عند أمه عشان يرضيها، وأنا قاعدة بكتب كلامي ده. نفسي حد يقول لي نرمين انتي غلطتي ولا صح؟ نفسي أسمع رأي حد. أنا تعبت من التفكير، تعبت من إني كل ما أحاول أصلح حاجة تتخرب حاجة تانية. ساعات بفكر لو ما اتكلمتش مع أمه من الأول كان زمانه لسه معايا، ولا كان زمانها هي كسبته عادي من غير ما أنا أتدخل. ساعات بفكر لو فضلتي ساكتة كان زمان الوضع بقى أسوأ ولا أحسن. أنا لسه بحبه، لسه كل يوم بدعي إنه يرجع زي الأول. بس الحقيقة اللي بتوجعني إني مش عارفة، هل أنا السبب في كل ده؟ هل أهلي السبب؟ هل هي السبب؟ هل هو السبب ولا هو ضحية في النهاية؟ زيي. سؤال واحد مش عارفة أجابته، هل اللي عملته صح ولا غلط؟ ممكن أبداً ما أعرف الإجابة، بس اللي أعرفه إني لسه حامل، ولسه قلبي بينبض، ولسه بقول يمكن بكرة يرجع، يمكن بكرة نفهم بعض، أو يمكن بكرة أكون بدأت من جديد لوحدي ومش عارفة إيه الأسوأ. إذا وصلتي لهنا قوليلي رأيكي، أنا محتاجة حد يفهمني، محتاجة أسمع كلمة من برا، لأن اللي جوايا تايه.